لو بتفكر تبدا في الداتا اناليسيس لازم يبقى عندك المهارات دي بالترتيب، واخر حاجتين متاكد محدش قال لك عليهم قبل كده. اساس وبدايه اي حاجه في الداتا اناليسيس هي الاكسل، والتول دي دايما بنبقى ناسيينها في النص واحنا بنذاكر حاجات ليها علاقه بالداتابيز والاس كيو ال، فدي من اهم التولز اللي لازم تبدا بيها في الميجر. تاني حاجه معانا هي الداتابيز فاندمنتالز، مهم جدا قبل ما تبدا في الاستراكشرد كويري لانجوج وتبدا ان انت تكتب كويريز ان انت تبقى فاهم ازاي الداتا بتتخزن جوه الداتابيز نفسها. تالت ميزه هي معانا هي الاس كيو ال او الاستراكشرد كويري لانجوج، وهي الطريقه اللي انت بتكوميونيكيت بيها مع الداتابيز عشان تطلع وتعمل اكستراكتنج للريبورتس بتاعتك. رابع حاجه معانا هي البايثون، والبايثون بتساعدك في الداتا كليننج والداتا ترانسفورمينج بشكل كبير جدا، خصوصا في الهاندلنج بتاع البيج داتا. خامس حاجه هنبدا نتكلم عن الفيجواليزيشن تولز، وهي اول حاجه معانا الباور بي اي، وهو من اقوى التولز واكتر التولز المشهوره في الماركت عندنا في مصر في الداتا فيجواليزيشن. وسادس حاجه معانا هي الفيجواليزيشن تول تابلو، وهي من اكتر التولز المهمه اللي انت ممكن تستخدمها عشان تعمل داشبوردز وتبدا تفيجوالايز الداتا بتاعتك وتطلع منها انسايتس مفيده. نيجي بقى لاخر نقطتين واللي انا متاكد ان محدش قال لك عليهم حاجه قبل كده، الا وهما الداتا وير هاوس والداتا موديلنج. لازم يبقى عندك التو مين كونسبتس دول لو انت حابب تبقى اوير بكل الحاجات اللي موجوده في الفيلد بتاع الداتا اناليسيس. قولوا لي في الكومنتس لو انتوا شايفين اي كونسبتس تانية او حاجات نقدر نستخدمها في الفيلد بتاع الداتا اناليسيس.